عام كامل انقضى منذ إنشاء مجلس القيادة الرئاسي الذي أعلن عنه في 7 إبريل من عام 2022 ميلادية، عقب انتهاء مشاورات الرياض التي رعتها دول مجلس التعاون الخليجي. جسدت تشكيلة المجلس المكونة من رئيس و8 نواب استجابة واقعية للأوضاع إلى حد كبير، حيث ضم ممثلين لأبرز القوى والمكونات السياسية الفاعلة والمؤثرة على الأرض، على خلاف السلطة السابقة المهترئة. وأنيطت بهذه القيادة مهمة إدارة شؤون البلاد في محاولة لتوحيد كافة الصفوف المناوئة للميليشيا الحوثية تحت مظلة واحدة. جاء مجلس القيادة على أنقاض تركة ثقيلة من الفساد والفشل التي عطلت العملية السياسية والحركة الاقتصادية بفعل عجز مؤسسة الرئاسة الإخوانية خلال السنوات ال8 الماضية، ووضعت أمامه مهمتين أساسيتين، هما تحسين الوضع الاقتصادي وإصلاح الخدمات وتوفيرها للناس، والأخرى هي الاستعداد لمواجهة الميليشيا الحوثية سلما أو حربا. مهمات على قدر كبير من الأهمية أنجزها مجلس القيادة الرئاسي في الأشهر الأولى لتأسيسه، منها تشكيل اللجنة العسكرية والأمنية وتعيين نائب عام ومجلس قضاء وقيادة جديدة للبنك المركزي، لكنه فشل في إلزام المحافظات اليمنية بتوريد إيراداتها إلى البنك المركزي بعدن، كما لم ينجز مهمة تشكيل المجلس الاقتصادي الأعلى وهيئة مكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. وعلى رغم التفاؤل الكبير الذي ساد الأجواء عقب تشكيل المجلس الرئاسي الذي أطلق ومنذ أدائه اليمين الدستورية في 19 من إبريل 2022 حزمة من الوعود، إلا أن شيئا ملموسا للشارع لم يتحقق، خاصة ما يتعلق بتحسين الخدمات وانتظام صرف الرواتب، ما تسبب في تراجع منسوب الأمل بقدرة المجلس على إنجاز ما جاء لأجله. عسكريا لم يكن الأمر مختلفا، فقد فشل مجلس القيادة ونتيجة لتعنت الطرف اليمني الشمالي في تحريك ملف الحرب ضد الميليشيا الحوثية، كما لم يبذل جهدا حقيقيا في اتجاه توحيد الجهود لخوض المعركة ضد الميليشيات وتنفيذ ما تبقى من الشق العسكري لاتفاق الرياض ونقل الوحدات العسكرية المرابطة في وادي حضرموت والمهرة إلى الجبهات لقتال الميليشيا. كان الشارع في اليمن والجنوب يراهن على اتخاذ المجلس لقرارات مهمة في مفاصل المؤسسة العسكرية والأمنية واستبعاد عناصر الفشل التي عطلت أداء الدولة في السنوات الماضية، لكن ذلك لم يحدث، ما تسبب بالكثير من الإخفاق الذي سيستمر إن لم تحدث إصلاحات حقيقية تحرر المجلس من نفوذ الدولة العميقة الذي ما زال يعمل على تكريس مقدرات البلد لمصلحة مشاريع حزبية تدميرية ومعطلة. صقور الجنوب.